This is the third year now, the third year running that we have hosted the EGF League final. Madanati is the best golf course in Egypt, so we think it's right then to host the final here. And we hope the players had a great time, enjoyed course conditions, enjoyed the weather. زي ما عودتونا هنا التنظيم في مدينتي بيبقى على مستوى عالي جدا. ملعب بنفتخر بيه ان هو موجود ضمن مجموعة الملاعب اللي في مصر. احنا بنخير النوادي كلها وبنحط بعض الكرايتيريا كسبونسرشيب. مدينتي يعني بنعتز بيهم ومجموعة طلعت مصطفى بنعتز بيها جدا ان هم دايما بيرحبوا بينا هنا وبيساعدوا الاتحاد وبيساعدوا الجولف في مصر. مدينتي يعني لا يعلى عليها في كل حاجة. أي بطولة بينظموها بتبقى من الدرجة الأولى الممتازة. الصراحة مدينتي هايلين، دايما بينظموا أحسن بطولات في مصر. الملعب مش لازم يعني نتكلم عليه، هو من أحسن الملاعب في مصر. اتعمل فيه الأيجنت تور قبل كده وبحب أوي ألعب هنا الصراحة. Very nice. I like the golf course. It's actually beautiful with all these flowers, all these plants. It's amazing how they managed to make this golf course so beautiful. Really, it is impressive. Very nice fairways, very nice greens. Wow, it was a good tournament today. It's a very different course, played hard, very tough on the greens. Fairways in good condition. Overall, I think it was a good, tough, competitive day. مدينتي معودانا دايما على تنظيم بيرفكت. دي مش أول مرة إن يتعمل نهائي هنا في مدينتي، ده لثالث سنة. كالعادة تنظيم ممتاز والملعب حالته هايلة.